السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معادنا في كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. المرة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت اتكلمنا بالترتيب من أول الكواليتي مانجمنت سيستم لحد ما وصلنا للأوديت، إزاي بنقدر نراجع عليه. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ال 19011 المواصفة اللي هي الجايد لاين بتاعة الأوديت. إيه هي الترتيبات أو إيه هي الحاجات المساعدة ليك عشان تقدر تتم الأوديت. المره دي بقى واتكلمنا عن فريق الاوديتور كمان، الاوديتور والاكسبرت والجايد والاوبزرفر وهكذا. النهارده بقى هنتكلم عن الاوديتور شخصيا. هل الاوديتور ده لازم يكون حاصل على شهاده؟ لازم يكون حاصل على شهاده. طب الشهاده اللي هو حاصل عليها دي ياخدها منين؟ في مراكز كتير جدا بتجيب الشهاده دي. طب هل اي حد ممكن يبقى اوديتور؟ اي حد ممكن ياخد الكورس عادي، محدش هيقول لك لا. لكن هل اي حد عنده مواصفات الاوديتور؟ هي دي بقى النقطه المهمه. اولا، نقطة قوة الأوديتور بتيجي من كم الأنظمة اللي هو شافها. يعني لو أنا عندي أوديتور، الأوديتور ده بيشتغل أوديت بس على مجال الكونستراكشن، يبقى أنا كده عندي واحد عنده 20 سنة خبرة بس في سيستم واحد بس. طب لو بيشتغل على مجال طبي زي مستشفيات، زي مصانع، زي مدارس، زي كونستراكشن، يبقى الراجل ده قدر يشوف أكتر من نظام. ده معناه إن بقى عنده تنوع وهو بيعمل الاوديت، عارف ده بيتعمل ازاي، يقدر يبص عليه، عنده ميزه جايه من هنا وميزه جايه من هنا وميزه جايه من هنا، يجمعهم مع بعض يبقى فعلا له القدره ان هو يضيف للمكان اللي هو فيه. الاوديتور بيراجع، بس الاوديتور ملزم ان هو يكون عنده نوع من انواع الكونتينوال امبروفمنت، التطوير للمكان اللي هو فيه. لازم يبقى ليه ادد فاليو، قيمه مضافه، يضيف للمكان اللي هو رايح له، مش بس يطلع مشاكل او يطلع ملحوظات من السيستم اللي موجود. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة. مواصفات الاوديتور ده لازم يكون ان هو انسان محايد، يعني مش رايح مركز على حاجة معينة وهو تبع طرف معين او تبع فصيل معين من الناس. لازم كمان ان هو يحافظ على سرية المكان، ودي مهمة جدا. لازم، لان هو هيشوف حاجات وهيسمع حاجات وفي ناس هتبتدي تقول له معلومات ما ينفعش يستخدمها ضد المكان. عشان كده بيبقى فيه دايما في confidentiality agreement او اتفاقية سرية خاصة باي اوديتور بيجي يتابع على اي شركة، ويكون مع الشركة الام نفسها. برضه لازم يكون الاوديت بتاعه تابع للايفيدنس نفسه، يعني مش اي حد يجي يقول لك انا لقيت مشكله. ايوه، ما هو انا لازم اوصل لنفس المشكله دي عشان اقدر احلها. فبالتالي لازم يقدر يكون معتمد على الادله في الاوديت بتاعه. طبعا في حاجات تانية كتير موجوده كلها جوه 19011، بس قبل ما نخرج، هو ايه الاوتبوت او ايه هو الناتج النهائي للاوديت؟ طبعا في عمليه كامله من الاوديت بتبتدي من النوتيفيكيشن والبلان والاوديت نفسه، وبيطلع بعدها اوديت ريبورت وشويه حاجات. الشويه حاجات دي بقى اللي مهمه جدا. الاوديتور يا اما هيطلع اوبزرفيشن، يعني ملحوظه، يعني ايه؟ انا شفت مشكله في حته فلانيه او لقيت ملحوظه في حته فلانيه، حاول ان انت تلاقي لها حل. ساعتها مفيش الزام ليك ان انت تلاقي حل بمعنى ان انت تقول لي السبب بتاعها وهكذا، لكن تقدر تقول لي هتوفركم الموضوع ده ازاي او تشتغل ازاي، ودي بتختلف من مكان للتاني. في حاجه تانية اللي هو بيسموه البعبع بقى، اللي هو الان سي ار. ايه الان سي ار ده؟ الان سي ار نون كونفيرمانس ريبورت، يعني تقرير عدم مطابقه. عدم مطابقه ايه بايه؟ فاكرين لما اتكلمنا اكتب اللي بتعمله واعمل اللي بتكتبه؟ حضرتك كتبت حاجه وما عملتهاش، نتج عنها ان انا بقى عندي مشكله. ساعتها بيقسموا الان سي ار ده لنوعين. واحد ماينور، يعني صغنن، يا دوبك بس قول لي ايه هو السبب الجذري بتاعه المعلومه او سبب المشكله اللي حاصله عندك، وقول لي ازاي هتقدر تعمل لها كوركتيف اكشن او اجراء تصحيحي عشان تتفادى ان هي ما تحصلش تاني. طيب التاني بقى ميجر. ميجر دي يعني نفس القصه، مشكله سبب جذري وقول لي هتحلها ازاي. طب ايه الفرق بين الميجر والماينور؟ ده في الشهادات بقى. الماينور لما تحله وتبعت الايفيدنس بتاعه، ساعتها ايه؟ ممكن ان هو يقدر يديك الشهاده او يمنحك الشهاده. الميجر لا، ده يسسبند الشهاده، وساعات كمان ممكن يوقف لو انت الشهاده اوريدي معاك، او يتطلب زياره جديده خالص ويتطلب ايفيدنس زياده عشان يقدر يعدي منها. طيب في حاجات تانية كتير هنتكلم عنها عن الاوديت، وهنكمل في حاجات زي السايت انستراكشنز مثلا لما بتيجي بعد شويه تعليمات المواقع او تعليمات العمل، ودي هنشوفها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اهم حاجه في تسلسل للكواليتي كابسولز ان شاء الله هتلاقوها على القناه على اليوتيوب، وباذن الله يكون علم ينتفع به. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.